النهارده المقدمة بتاعتي هتكون مختلفة شوية. اللي هتقدم لكم الحلقة وهكون مقدمة، هتكون يوتيوبر ما شاء الله عليها مجتهدة. يعني الفترة الأخيرة قربنا من بعض كتير. أنا بصراحة ما كنتش أعرفه على الوجه الشخصي أو اتكلمنا مع بعض قبل كده، بس الحمد لله لما اتكلمنا مع بعض يعني ارتحت لها كتير وحسيت إن هي مجتهدة ونشيطة جدا. ربنا يا رب إن شاء الله يبارك لها ويوفقها دايما في كل حاجة. فدي هتبقى المقدمة بتاعتي وهرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، أنا منال سليمان وقناتي شعارها موني لايف ستايل. طبعا أنا النهاردة ضيفة عند أم فيروز وأسرار سندريلا، وقناة جميلة جدا جدا. أنا بتابع أم فيروز من زمان، قناتها حلوة مجتهدة شاطرة، بتعرفكم حاجات كتير عن حاجات كتير. أنا مش هعرفكم قناتها، لكن أنا جاية النهاردة عشان أعرفكم بقناتي، قناة منال سليمان. معاكم فيديو بلوجر، ميك اب ارتست ومنسقه ملابس، وعندي كمان براند. البراند بتاعي عباره عن معاصم وتربونات. البراند ده موجود كبير جدا في مصر، وعندي موقع الكتروني تقدر تشتري منه في اي بلد وفي اي مكان، في السعوديه، في لندن، في انجلترا، في كل حته. الموقع بتاعي www.monistyle.com. اتمنى تزوري الموقع وتشوفي كمان عامله ديسكاونت 40%. تقدري كمان، وعامله لامريكا كمان الشحن مجانا. كلها معاصم وكلها طرح وتربونات وافكار جديده جدا جدا للمحجبات. بجانب ان انا ميك اب ارتست وخدت كورسات كتير وبعلمكم وبقول لكم ريفيوهات كتير عن الميك اب، عن السكين كير، عن الشعر، عن الفاشون، عن الشنط، عن اجمل، عن احدث فساتين، عن احدث موديلات. بخرج معاكي هنا في الكويت لكل المولات، بعرفك التنزيلات، بعرفك الاسعار، بعرفك حاجات المطبخ واماكن كتير. باخدكم معايا في كل حته، بفرجكم الدنيا كلها وانتوا قاعدين، وبديكم افكار جديده وجميله. شكرا اسرار سندريلا، شكرا ام فيروز على استضافتك ليا النهارده في قناتك. وانا مبسوطه جدا بالتعاون ده، وحاسه انه هيكون مشرق وهيكون متعاون بجد بجد مثمر جدا. شكرا ام فيروز، اتمنى لك التوفيق واتمنى لنفسي كمان التوفيق. كل متابعينك يتفضلوا عندي هنا في القناه، اتفضلوا ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب للفيديو اللي تحبوه، واكتبوا لي كمان انكم جايين من عند اسرار سندريلا. تشرفوني وتنوروني. واسيبكم بقى لفيديو ام فيروز ونصايحها الجميله عن الفيديو بتاعها، وتفضلوا عندي على الفيديو بعد ما تخلصوا معاها. واشوفكم على خير. باي باي. ما شاء الله عليك يا منولة، بجد ربنا يحميك يا رب. واكيد كل البنات ان شاء الله هتبقى هتيجي وهتشوف الحلقة بتاعتك. واتمنى منكم طبعا يا حبايبي بعد ما تشوفوا الحلقة بتاعتي تروحوا تشوفوا قناة منال، ان شاء الله تعجبكم جدا. هتلاقوا فيها فلوجات، هتلاقوا فيها حاجات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. ويلا بينا نشوف الحلقة بتاعتنا النهاردة، ويومي النهاردة كان ماشي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب جميعا. يا سندريلا تكوني بصحة وخير، وأهلا بيكي في أسرار سندريلا. مبسوطة طبعا بتفاعلكم، والحمد لله الفيديوهات اللي احنا بننزلها بتنال إعجابكم. ده بيخليني طبعا ان انا اتشجع وان انا اديكم كل ما عندي، يعني كل طاقتي وكل حاجة انا نفسي ان انتوا تعرفوها واقدمها لكم. ده اكيد يعني بيديني كده باور يعني. وزي ما قلت لكم في بوست قبل كده، اي بوزيتيف انرجي انا اديته لواحده تبعت لي بس بوزيتيفايه واحده بس، واحده بس. يعني انا ما بخلتش عليكم باي حاجه، فانتوا كمان ما تبخلوش عليا. شويه بقى كومنتات حلوه كده تحمسني وتخليني نكمل في الوقر اللي احنا فيه ده. وهو يعني كله طبعا بادئ دلوقتي بمبدا كل ما تشرشحي اكتر كل ما يجيلك مشاهدات اكتر. صباح الخير، هو مش صباح الخير، احنا دلوقتي بقينا العصر يعني. المية عايزة تتغير. طبعا مبسوطة ان فكرة كيس التل دي عجبتكم. بصوا شايفين كله كان هيبقى على الارض، يعني بصراحة بيتظبط ظروطة فظيعة. كمان الاكل تقريبا برضو عايز بصوا في حبة صغننين اهو. هنحط له اكل وهنغير له الميه وننضف التل ده. ايوه سمعهم صوتك. بس طبعا انتوا عارفين تغريد ما شاء الله الكناريا بيبقى حلو كده. خلاص انا حطيت له الميه والاكل والتل اهو بقى نضيف. نضفت له القفص بتاعه. بس طبعا وانا بنضف انا هنا بقى في الغرفه بتاعتي هبدا اوضبها واظبطها. طبعا انا بادئه متاخر، يعني الكلام ده ما عملتوش الصبح بدري لانه
كنت تعبانه شويه وكده فما قدرتش. فلما بدات افوق كده هبدا اظبط. النهارده طبعا يعتبر ويك اند خلاص، يوم الاجازه يوم خميس، فانا بحب دايما يوم الخميس ما يبقاش يعني اللي هو البيت عندي نضيف، الشقه نضيفه، المطبخ نضيف. فاحنا هنعمل كل ده مع بعض قبل طبعا لان احنا ما بنخرجش غير يا يوم خميس يا يوم جمعه، يعني على حسب شغل ابو فيروز. فهحاول ان انا نخلص كده ان شاء الله اليوم بتاعنا، ونشوف مثلا النهارده هقدر اصور لكم لو خرجنا هنخرج اصلا ولا مش هنخرج. يعني انا حاليا مستنيين نشوف ابو فيروز هيخلص امتى. طبعا ده المعتاد ان الناس بتخلص الساعه 1 والساعه 2، بس احنا لحد دلوقتي الساعه داخله على 4 ولسه ما فيش اي اخبار، فربنا ييسر يعني. هنا طبعا يعني بعد ما بعطر الاوضه كلها بعطر السجاده بتاعه الصلاة بتاعتي، خصوصا عند مكان اللي احنا بنسجد فيه عشان النفس. وزي ما ام ملك قالت لكم في الحلقة بتاعتها انا مسلما اذا انا نظيفة. الاسلام بس مش طبعا الاسلام يعني صلاة، ده اساس الصلاة وعماد الدين، قراءة القرآن، الورد اليومي، كل اللي انت بتعمليه دوت ربنا يجعله في ميزان حسناتك. لكن كمان انت لازم تكوني قدوة. كفاية بس بصوا البخة اللي انا بخيتها دي ادتني طاقه وان انا اقدر اكمل بقيه اليوم. مبسوطه جدا جدا بالبنات اللي بتبعت لي تقول لي انت في حاجات كتير كنا مهتمين بحاجات وحاجات كانت بتقع مننا شويه دلوقتي لا بقينا بناخد بالنا منها وكده. ده يعني بس بقعد اقول يا رب اجعله في ميزان حسناتي يعني، بس الحمد لله. فيا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم وكونوا بتستفادوا بكل حاجه احنا بنعملها. كده الاوضه بتاعتنا نظيفه ومتعطره وتمام. تعالوا بقى نروح للمطبخ نبدأ نظبطها. كان عندي حاجات في غسالة الأطباق هشيلها وهحط الأطباق والحاجات دي. متهيألي ورق الألمونيوم برضو محتاج يتغير، لأن أنا يعني غالبا يوم الخميس ما زي ما انتوا عارفين بحاول إن أنا ما اكونش أعمل حاجة، هيبقى بس على تنظيف الشقة عشان تبقى زي الفل خلاص. فهيبقى بس ورانا تنظيف الشقة. ممكن بقى بالليل نعمل حاجة حلوة. امبارح كنت عاملة قرص تحفة تحفة بجد بجد. انا بصوا ما بعملش بمقدار، انا بعمل اللي هو مثلا دقيق باللبن الرايب بكده، بس بتطلع هشة جدا. وحشتها بقى جبنة رومي مع جبنة فيتا مع زيتون مقطع. الوصفة دي انا كنت قلت لكم عليها، بضربها كلها كده خلطة صغيرة كده في الكبة مع شوية زعتر، ملح بسيط لان الجبنة الرومي بتبقى حادقة، وبحشي بيها القرص. بتبقى بجد تجنن يعني. كل شويه كده الواحد بيتسلى فيها، او تنفع فطار الصبح، تنفع عشاء، اللي انت عايزاه. خلاص احنا حطينا شلنا الحاجات من غسالة الاطباق، وحطينا الحاجات اللي هنغسلها في غسالة الاطباق. البوتاجاز طبعا انا بشيل دول واحطهم في الحوض. هو يعتبر يعني يومي النهارده في المطبخ، يعني هو اكتر حاجه يومي النهارده في المطبخ. في ايام تحسي ان خلاص ما انتيش هتحتاجي ان انتي تعملي حاجه في المطبخ، في ايام لا المطبخ محتاج ان انتي تدعكي فيه وتظبطيه. اهم حاجه يكون بس واصل لكم فكره ان انا نظيفه. انا مش انا يعني كلنا يعني فكرة ان انت تكوني نظيفة، وكمان تكوني نظيفة في كل حاجة. انا حطيت اللي هي البيكنج صودا على البوتاجاز، سبتها رشتها شوية وسبتها. بصوا مجرد ما بعمل كده كل الحاجات اللي هي بتبقى رواسب او دهون او كده بتلاقيها بتطلع معاكي. هتلاقي البوتاجاز بتاعك بصوا يعني الاصفر ده كله شايفينه بقى عامل ازاي، كل ده هتلاقيه طلع معاكي من البيكنج صودا. خلاص كده يا حبايبي ده شكل الحوض الحمد لله. ظبطنا زي ما قلت لكم، حطيت الاطباق، وده شكل البوتاجاز. طبعا انا كنت لسه هبدا المع المرايه اللي تحت، بس ابو فيروز اتصل زي ما قلت لكم احنا مستنيين الخبر اليقين، فهو اتصل على اساس ان احنا هنلبس. فمش عارفه اصلا هلحق ولا لا، بس هولع عود بخور بسرعه بسرعه بسرعه
وانا كده مرتاحه. الشقه نظيفه، اوضتي نظيفه، المطبخ نظيف الحمد لله. هنا بقى هبدا اطلع اشوف البنات هتلبس ايه. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه هدوم المدرسه بتاعت فيروز اول حاجه خالص في الجنب، وبعد كده الهدوم بتاعه الخروج. دي الميداليات بتاعه فيروز، اخدتها في المدرسه عن تفوق وعشان الجمباز. خلينا بقى نشوف يلا هيلبسوا ايه، وبعد كده نشوف يومنا ماشي ازاي. الجو اصلا حر، وحاسه ان هم مش هيطوقوا الجواكت ولا الحاجات دي. وطبعا احنا لسه ما طلعناش الصيفي، وشويه تلاقي الجو برد، عارفين اللي هو عشان كده احنا بنتعب، لان هو كل شويه حر وشويه برد. يلا ربنا يعافينا يا رب جميعا. احنا هنا خلاص طلبنا الاوردر بتاعنا. بيديك حاجة كده لما بتنور بتعرفي ان الاوردر بتاعك خلص. ودي المناديل سفرش سكين حلو، ممكن نعمله بقى على فكرة على كوبايات صح فيروز، او على اطباق. الفكرة مثلا على حاجة تتعلق في المطبخ صح. طبق حاجة كده تدي شكل. شوفي شكل الجمبريات جميلة. ممكن تحط الجمبرية في النص، قصدي الكلمة كده والجمبرية جنبها. وهنا حبايبي بعد ما بنخلص الاكل بيجيب لك مناديل كده مبلله، بس بتبقى ريحتها حلوه قوي. مش موضوع ان هي مبلله بس، لا بتشيل كمان ريحه زفره الجمبري والحاجات دي. فبجد انا بحب جدا الشريمبي، جربوه ان شاء الله مش هتندموا. اكله حلو قوي، الجمبري المشوي، الجمبري المقلي، السلطه اللي بيعملها اللي هي شبه الزبادي كده بس بشكل مختلف، بجد تحفه تحفه. يعني احنا قلنا نتسلى شويه. احنا روحنا البيت يا حبايبي اهو، فهم جايبين لي الاكل. الفرخه سخنه قوي، مش عارفه امسكها بصراحه، مش عارفه ده ايه، ده عيش توست. خلاص هتاخدي الحاجات، بس انا لسه ما اكلتش. لا فيروز لازم انت ما... لسه ما خلصتش. هرن لكم الجرس. انت تعملي ايه؟ انت تقولي ثانك يو. ثانك يو اوكي، هقول لكم ثانك يو، بس هرن الجرس تيجوا. محدش يقف جنبي بقى، انت اوكي ماشي اتفضل. وجايبين لي الشاي اهو حاطين. يا سلام يا سلام يا جماعه، مبسوطه جدا والله. تعيشوا وتخدموني. ثواني هرن لكم الجرس. تر تر تر. ثانك يو ثانك يو. بجد الاكل كان جميل جدا. انتي بتاخديه على الصينيه اوكي، بس اهم حاجه الحساب ما يبقاش غالي، لو كده ما عدتش هاجي المطعم هنا تاني. يعني اكلكم حلو وجميل، بس برضو يعني اهم حاجه يكون ايه، يكون الحساب يعني مش غالي عليا قوي. كل ده بتكتبوا الحساب يا خرابي؟ كل ده ورقه الحساب؟ وريني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحساب كام يا حبيبتي؟ 100 جنيه. 100 جنيه يا ربي، 100 جنيه كده يا فيروز؟ مش معقوله. لا اعملي لي ديسكاونت. يعني يا جماعه هي عملت لي خصم بقى 17 جنيه من 100 جنيه. طيب خدي بقى عشان انا ما معيش فكه. اتفضلي اتفضلي. شكرا. هاجي تاني، هبقى اجي تاني ان شاء الله. هبقى اجي ازوركم النهارده. اجي تاني النهارده ليه؟ هو غدا وعشاء ولا ايه؟ انا برمي فلوسي، انا برمي فلوسي يعني فطار وغدا وعشاء كله بره في المطعم؟ مش معقوله يا جماعه. لا لازم بقيت ادخل لكم لايف كده عشان بقى النهارده الخميس. هلا بالخميس ان شاء الله. يعني هحاول ان شاء الله لو قدرت
هدخل لكم لايف عشان انا بحبكم جدا وانتوا بتوحشوني، وبحس ان انا عايزه اقعد اتكلم معاكم وانتوا تتكلموا معايا. بس انا مشكلتي اصلا ان انا كان المفروض اعمل عمليه ليزك في عيني، فبحس ان الكومنتات بتبقى مزغلله، فاصبروا عليا كده لحد ما اقرا الكومنتات يعني. بحبكم قوي. ام فيروز، يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، واللي بيشوفنا لاول مره متنسيش تعملي لايك وتشتركي معانا في القناه عشان تنضمي لاسره اسرار سندريلا. واللي معايا وحبايبي ما تنسوش اللايكات، كومنت حلو. بحبكم قوي. ام فيروز، سلام عليكم.